بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. سؤال: هل أن الله تبارك وتعالى ينسى؟ إذا كانت الإجابة لا، فكيف نفهم قول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم؟ طيب، وإذا كانت الإجابة نعم، كيف نفهم قول الله: وما كان ربك نسيا؟ وهل أن الله تبارك وتعالى يخدع أو يمكر أو يكيد؟ إذا كانت الإجابة لا، كيف نفهم قول الله: ويمكرون ويمكر الله؟ وإذا كانت الإجابة نعم، كيف يليق هذا بالذات الإلهية جل جلاله؟ وكيف يحاسبنا الله عز وجل على النسيان والله تبارك وتعالى من قديم الأزل قد قدره علينا؟ أولا، نعلم أن النسيان له معنيان. المعنى الأول هو الذهول أو الغفلة عن الشيء، وهو عبارة عن الحالة الطارئة التي تطرأ على الذهن فتغيب عنه بعض الأمور. حالة ذهنية بتطرأ على الإنسان تجعله في حالة غفلة أو تغيب عنه بعض الأمور. طيب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إذا تعرض الإنسان لهذا الأمر يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وحين نسي آدم قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تاب إلى الله فتاب الله عز وجل عليه. هذا النوع الأول من النسيان وارد في حق العبد، ومستحيل على الله تبارك وتعالى ومنفي عنه بدليلين. الدليل الأول بما يسمى بالدليل السمعي أو الدليل النقلي. الله تبارك وتعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم، يعني مستقبلهم، وما خلفهم، يعلم ماضيهم، ولا يحيطون به علما. الله يقول: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يغفل عن شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تفوته صغيرة ولا كبيرة جل جلاله. إذن هذا النوع من النسيان لا يليق في حق الله تبارك وتعالى. الله يقول: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ويقول: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الدليل الثاني بما يسمى بالدليل العقلي، وهو النوع الأول من النسيان، هو نقص. والله جل جلاله بجلاله وجماله وعظمته وحكمته وعلمه منزه عن النقائص، موصوف بالكمال والجمال والجلال جل جلاله، ولله المثل الأعلى. وهنا نقول: وما كان ربك نسيا. هذا النوع الأول من النسيان. النوع الثاني من النسيان وهو الترك عمدا. النسيان هو الترك عمدا أو التجاهل عمدا. أنت تقول: يا فلان يا فلان، لا تنسانا من هذا الأمر، وأنت تعلم أنه تجاهلك عمدا. هذا النوع من النسيان وارد في حق العبد، ووارد وثابت في حق الله جل جلاله، بمعنى أن الإنسان ينسى الله أو ينسى طريق الله، يتعمد أو يتجاهل أوامر الله، وأن يفعل نواهيه، وأن يترك طريق الله عمدا. وبالمقابل ينساه الله، بمعنى أن الله يتركه عمدا، يحرمه من هدايته ومن توفيقه ومن رحمته. فكما أن العبد نسي الله، فالله جل جلاله ينسى عبده
بمعنى يتركه لنفسه من هدايته ومن رحمته ومن توفيقه. وإذا نسي الله العبد أي تركه عمدا، تركه لنفسه، أصبح فريسة للشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وتجد إن الآيات التي ذكر فيها نسيان الله أي ترك الله عمدا للعبد مقابلة لنسيان العبد لربه. كل كلمة تجد فيها نسيان من الله بمعنى تركه للعبد عمدا مقابلة لما كان للعبد من العبد إلى ربه بالنسيان. الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقابل: وكذلك اليوم تنسى. نسي العبد ربه أو طريق ربه عمدا فنسيه الله عز وجل، تركه عمدا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. مقابل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، واحدة بواحدة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فنسيهم. تترك طريق الله عمدا يتركك الله عمدا للشيطان. هذا نسيان العبد وهذا نسيان الله جل جلاله. ولذلك فيما رواه سيدنا أبو هريرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة حينما تكون الشمس وقت الظهيرة؟ هل تجدون صعوبة في أنكم ترونها ليست فيها سحابة؟ ليس هناك سحابة تمنع رؤية الشمس؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ يعني ليست هناك سحابة تغيب القمر عن أنظاركم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا تضارون، يعني لا تجدون صعوبة في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، كما أنكم ترون الشمس ساعة الظهيرة أو ترون القمر ليلة البدر، ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر في ليلة القمر، أو كما ترون القمر في ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكمل كلامه فيقول: فيلقى العبد ربه يوم القيامة، فالله عز وجل يقول له: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ أجعلك سيد المخلوقات؟ ألم أزوجك؟ ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، يعني ترأس المخلوقات وتكون سيدا في قومك؟ قال بلى يا رب. فيقول له ربنا: أفظننت أنك ملاقي؟ يعني معناها كنت حاطط في حسبانك ومخلف راسك إنك ستأتي يوم القيامة تقف بين يدي الله للحساب وللعرض على الله؟ فيقول لا. فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني، تركت طريقي عمدا، تركتك عمدا لنفسك وللشيطان، وكان مصيرك إلى النار. طيب، هل صفة الترك واردة في حق الله تبارك وتعالى؟ نعم، ترك الله للشيء هي صفة من صفات الله عز وجل الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته
التي تدل على كمال قدرة الله وسلطانه. الله يقول: وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. طيب، هل أن الله تبارك وتعالى يخدع أو يمكر أو يكيد؟ هكذا جاء في القرآن. الله يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أولا، كل هذه الصفات لا تليق في حق الله جل جلاله، ولكن هذا بما يسمى المقابلة أو المجاراة. تجد كل صفة من هذه الصفات لا تأتي إلا بعد أن يفعلها الإنسان في عبادته لله. فإذا مكر الإنسان مكر الله عليه أو رد عليه مكره، وإذا خدع الإنسان رد الله عليه خداعته، وإذا كاد الإنسان رد الله تبارك وتعالى عليه كيده، بما يسمى بالمقابلة أو المجاورة، أو بمعنى أن الجزاء من جنس العمل. عملت شاطر وخضعت الناس، فالله تبارك وتعالى بحكمته يوقعك في خديعتك، وتكيد للناس، الله يوقعك في مكيدتك. تمكر على الناس أو تمكر وتظن أن الله لا يراك، فالله يوقعك في مكرك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سواء كان في الخير أو في الشر، تجد مثلا إذا مات ولد العبد، الله تبارك وتعالى ينادي على الملائكة ويقول: أقبضتم ولد عبدي فلان؟ نعم يا رب. وماذا قال؟ قالوا: يا رب استغفر أو استرجع وقال الحمد لله. فيقول: جزاء بجزاء، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد، كما حمد الله في الدنيا الله تبارك وتعالى جزاه ببيت يسمى ببيت الحمد في الجنة. وكذلك سيدنا إبراهيم لما أمره الله ورفع قواعد البيت الحرام في الأرض، كان جزاؤه أن يسكن عند بيت الله المعمور في السماء. الله تبارك وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طيب، من هم الذين ينساهم الله تبارك وتعالى أن يتركهم عمدا من توفيقه ورحمته وهدايته؟ هم المنافقون، كفانا الله وإياكم شرهم. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، هؤلاء المنافقون. أو الإعراض عن القرآن أو نسيان القرآن بعد حفظه. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. والفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طيب، طالما أن الله تبارك وتعالى قدر علينا النسيان، فلما يحاسبنا عليه يوم القيامة؟ كما ذكرنا أن النسيان نوعان. النوع الأول كما ذكرنا الغفلة عن الشيء بغير قصد. الغفلة عن الشيء بغير قصد هذا معفو عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك في الصلاة إذا نسيت لها عوض. في الصيام إذا أكلت أو شربت عن طريق النسيان، الله تبارك وتعالى علمنا على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كأنما أطعمه ربه وسقاه. كذلك نجد أن النوع الأول من النسيان هو النسيان المعفو عنه. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
طيب واحد عند صلاة الظهر حط في راسه انه كمان شوية هيصلي، لكن أذن العصر ولم يصلي الظهر وهو جاهلا ليس متعمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أما النسيان المحاسب عليه هو أن يترك الإنسان طريق ربه عمدا، وهو الذي يسمى بالترك متعمدا، وهذا الذي يقابل بنسيان الله أو بترك الله تبارك وتعالى لعبده عمدا. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.